السلام عليكم، فيديو جديد. نتمنى يلقاكم بصحه جيده نتوما وجميع الاهل ديالكم وحتى الكليبات ديالكم. بالمناسبه الاخوه رجع عندي با الحاج باش نديو الكليب ديالو اللي غيخلي معاه يدير الفاكسان عند الطبيب. وراه ان شاء الله داكشي اللي وصيتوني عليه الدراري بزاف اللي قالوا لي ورينا كيفاش كدير الفاكسان وداكشي، قررت انني ندير لكم هذا الفيديو وغتبعوا المراحل باش تعرفوا النهار اللي غتبغيو ديروا الكليب ديالكم اول مره الاخوان اش خاصكم ديروا ليه وكيفاش غتعاملوا معاه باش ما يتقاش لكم بالمرض. والمهم الاخوان الفيديو راه غيدوز زوين ان شاء الله، تبعوه من الاول حتى الاخر وعاونونا بلي لايك ديالكم ولي بارطاج الخوت، لان الفيديوهات راه تيضربوا لينا. راه تضرب لي ديجا واحد الفيديو حيدوه يلا حطيته عاوتاني البارح. كنتمناكم انكم تعاونونا غير بالبارطاج باش ما يبقاش يضربوا لنا الفيديوهات. والمهم خليوكم معنا، حنا غنقلبوا الكاميرا باش نوريوكم الدو الجديد. راه سماه الدو على السميه ديال الكليب ديالي. المهم كما كتشوفوا السي الدو هو هذا. انتم اخوتي شوفوا التكحليشه كيفاش دايره. والمهم اخوتي راه غنديو عند الطبيب فؤاد اللي في السبيت. المهم خليوكم معنا وراه ان شاء الله غيدوز فيديو بخير وعلى خير، وغتشوفوا كيفاش غيدوزوا المراحل ديالو ان شاء الله. يلا خليكم معنا وما تزابيوش. المهم اخوتي راه حنا وصلنا عند الطبيب، هو هذا العياده البيطاريه سعد. المهم هو هذا اللي تندوز ليه عند الكليبات ديالي كاملين. وهاد الدكاير ها هو جبناه تبارك الله كما كتشوفوا التكحليشه. وبوا الحاج راه سماه كما قلت لكم الدو. دابا راه هضرنا مع الطبيب الاخوان باش غيخرج وغيدير لنا الفاكسان برا. لهذا علاش بغيت ندير لكم اخوتي هذا الفيديو على قبل هذه القضيه هذه باش الكليبات ديالكم ما يمرضوا ما حتى شي حاجه. وتي البلاصه اللي كتكون عنده الداخل انتردي انك تدخل لها خوتي شي كليب صغيور، لان المرض كيكون داير وكتكون عندهم المناعه ضعيفه. لهذا خوتي اي واحد دار الكلب ديالو عند شي طبيب يخليه يفاكسيه ليه برا. وحنا غنوريوكم كل شيء ان شاء الله. كما كتشوفوا العياده راه هي هذه السبيت الاخوان، الفيترينير ديال السبيت سعد. المهم راه الطبيب تبارك الله في المستوى، وانتم غتشوفوا كل شيء ان شاء الله. ملي غيخرج يدير لنا الفاكسان غادي نصوروا لكم بالحاج مع الكليب تيدير الفاكسان ديالو. هانتوما الاخوان، هانتوما التكحليشه اللهم بارك. وراه سميتو الدو كتشوفوا من العينين ديالو كيبان مسكين خايف مع اول مره غيخرج للزنقه. المهم بقاو معنا تيخرج الطبيب ونصوروا لكم ان شاء الله. المهم اخوتي في هذا الاثناء راه غيخرج عندنا الطبيب باش غيدير الكليب ديالنا الفاكسان. هانتوما كما كتشوفوا وراه مخلوع مسكين والله العظيم، تبقى فيه شو الحويلات ديالو خايف مسكين كيقول راه غيلوحوني ولا. المهم هاد الطبيب الاخوه راه هو جا غيدير ليه الفاكسان دابا. هانتوما كما كتشوفوا الزنقه الاخوان باش الكليب ما تيتاذى لينا ما حتى شي حاجه. هو دار الفاكسان ديالو في صحه جيده وكل شيء بخير وعلى خير. المهم اخوتي هانتوما راه دار الدو الفاكسان ديالو بخير وعلى خير، وحنا غادي ندخلوا نصوروا لكم العياده ديالو من الداخل باش تشوفوها. راه عنده اخوتي هانتوما الكروكيط انواع ديالو. اللي بغى شي حاجه راه عياده تبارك الله في المستوى والمعامله الزوينه. المهم اللي بغى شي حاجه مرحبا والف مرحبا. هانتوما راه جميع الانواع ديال الكروكيط عنده. هانتوما الجهه الاخرى هنايا لي زاكسيسوار ديال الكليبات كما كتشوفوا، لي زاكسيسوار كاملين. اللي بغى شي حاجه ولاده غتجي غتلقى كل شيء الحمد لله كاين هنايا. المهم اخوتي هانتوما راه حتى الادويه هانتوما كيديرين. اللي بغى شي حاجه راه شي حاجه عنده زوينه تبارك الله. وهذه العياده راه تقريبا راه دابا جايه 5 سنين وانا معاهم، ما عمرنا ما شفنا منهم شي حاجه تبارك الله. كل شيء بخير وعلى خير هانتوما كما كتشوفوا. والمهم اخوتي هانتوما الاخوان راه حنا درنا ليه الفاكسان باش الناس اللي سولوني انا نوريكم كل شيء واضح اخوتي. هانتوما الفاكسانات اللي تيداروا هما هاد الجوج تيتخلطوا بجوج وتيديرهم ليه اول مره. وراه عنده اخوتي الرابيل ديالو في 20 يوم من دابا، يعني غدوز 20 يوم غيرجع يدير ليه الثانيه وعاد غيدير ليه ان شاء الله الثالثه اللي هي ديال العام الاخوان اللي تدق فيها جميع الامراض والمسائل ديالهم. هانتوما راه الكاشي ديال الطبيب، ها الكاشي عاوتاني هنايا، ها السميه اللي قلنا لكم راه سماه الدو، ها التاريخ الازدياد ديالو، يعني كل شيء اخوتي اكزاكت وداكشي زويون. وكما قلت لكم ها الفاكسان اخوتي راه هي هذه. غنصور لكم السميات باش تشوفوهم.
وإلا دار ليه فاكسانات اخرين راه غادي نصور لكم عاوتاني السميات ديالهم ان شاء الله باش تبقاو بخير وعلى خير. اللي بغى يتهلا في الكليب ديالو راه تدقوا الفاكسان الاولى كدار اخوتي ب 170 درهم والثانيه ب 170 درهم، وقيله الثالثه على ما اظن واش 200 ولا اكثر. المهم هذا هو الثمنات اللي كاينين عند الفيترينير. غير هذا السيد هذا راه تيدير ثمنات زوينين. المهم اخوتي تهلاو ليا في راسكم وبسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.